بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم صينية جلاش بالكاستر حلويات. تعالوا نشوفها هنعملها ازاي. هي بطريقة ما كانتش على بالي اصلا، بس الحمد لله. تعالوا شوفوا الطريقة وطلعت جميلة جدا. بسم الله نبدأ كده. هنا معايا كان كيلو لبن، بس انا شايلة منه كوباية، وهنحط عليه معلقتين كاستر و3 معالق سكر. تقلبهم مع بعض لحد ما يدوب السكر، بس 3 معالق سكر العادي. نقلبهم مع بعض كده لحد ما يدوب السكر، وبعد كده ننزل عليهم كمان بمعلقتين نشا، ونقلبهم كده على البارد. ندوب النشا والسكر مع بعض، وبعد كده نروح عالبيهم على البوتاجاز. الطريقة دي ما كانتش على بالي خالص. انا طلعت ورقة الجلاش، طبعا انتوا عارفين ان النور بيقطع كل شوية كهرباء من الصبح. قلت هعمل لهم حاجة حلوة النهاردة. ديت لفة الجلاش دي كانت عندي من العيد الكبير، طلعتها وركنتها والنور يقطع، وبعد كده دخلت عملت غدا، بعد كده نسيتها. المهم جيت اشتغل فيها لقيتها ايه، مفرولة خالص ومش نافعة. هوريكم بقى. انا كنت شفت طريقة كده على النت وقلت اعملها ان شاء الله معاكم. هنا برضو حطينا الخليط على النار، الكريمة ديت، ونفضل نقلب فيها لحد ايه ما تستوي. ايدك فيها بس بالتقليب كده على طول عشان ما يتكلكعش منك. كده خلاص طفينا النار. هغطيها بقى واسيبها لما تبرد. كده هنغطيها ونسيبها لما تبرد. تعالوا بقى نشوف ورقة الجلاش ايه كانت عاملة ازاي. كانت مفرولة خالص وما كنتش عارفة امسكها. بصوا منظرها. كانت باظت. ارميها؟ لا طبعا. تعالوا نشوف بقى الطريقة. مسكت السكينة وقطعتها ايه كلها كده زي حلقات كده، وبعد كده فككتها من بعضيها. بص مش مستحملة، عمالة تفرول خالص. بس هي كانت طعمها وريحتها حلوة يعني، شغالة مش باظت، بس هي الورق بتاعها فرول مني، مكانتش هتنفع تتعمل فيها اي حاجة. هنا انا خلصتها بقى كلها، قطعتها اهي، فرطتها من بعضيها الصينية. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. خلاص هي كده خلاص فروتها كلها من بعضيها. نجيب بقى صينية وندهنها. انا هنا كنت عاملة خليط سمنة بلدي ومعلقة قشطة، سيحتهم على النار، وهدم بقى ارضية الصينية كده بالسمنة، وبعد كده انزل بالجلاش بنص اللفة. اهم حاجة بقى ترصيها بحيث ما يبقاش في فراغات في ارضية الصينية، عشان الكريمة ما بتنزلش منها تتحرق. وزعي على طول كده. بس كده. اهم حاجة ما يبقاش في فراغات قدامك، يعني انتي بتبقي شايفاها بقى، تظبطي ايدك كده وتظبطي الصينية معاك كده. خلاص هنزل بقى بمعلقة سمنة عليها كده من فوق الوش، عشان يبقى مورق بس. ممكن تعمليها بأي نوع سمنة، يعني مش شرط سمنة بلدي. أنا هي حتى هنا كان عندي حتة صغيرة كده وحطيت عليها حتة قشطة كده عشان ازود بس. هنا بقى ننزل بالخليط كله، الكريمة كلها، وتوزعيها بس ما تروحيش بيها على الاطراف عشان ما تتحرقش منك.
تتحرقش في الفرن يعني. هتسويها وتظبطيها وتروح حاطه بقيه الجلاش عليها. اهي هنا سويناها وظبطناها خلاص. هننزل بقى ببقيه الجلاش. برضو هتسويه من فوق وتخليه على قد ما تقدري تداري الكريمه بحيث ما تتحرقش منك. اهي هي اللفه كانت على قد الصينيه دي. خلاص كده هننزل بقى عليها برضو بمعلقتين سمنه من فوق الوش. انا هحط السمنه الباقيه كلها بس هوزعها عليها. هي القشطه بقى كانت اتحروقت كده بسيط وعملت حاجات كده زي المرتة كده بس اتحروقت. هنبدأ بقى نشيلها كده في الفرن. هنروح على الفرن في الرف الوسط وبدرجة حرارة عالية. انا كنت ظبطها على 180. وهنا حبايبي بعد ما خلصت بصوا منظرها ما شاء الله عاملة ازاي. اللهم بارك. والطعم حكاية ما شاء الله وريحتها كانت خطيرة. يعني بصراحة ما كنت بعملها وقلت هجربها نفعت كان بها، ما نفعتش هقول لكم ما كنتش هنزل الفيديو. بس الحمد لله طلعت جميلة جدا. يعني انا ما كنتش متوقعة جمالها. انا على طول هعملها ان شاء الله. هنا بقى كان عندي السيرب ده كان في التلاجة كان باقي عندي. كنت مفضيه ببطرمان. هنزل بيه بقى هو بارد على الصينية وهي سخنة. هوزعه كده. انا هنا بس بشوفها اتشربت قد ايه وعايزة ولا لا. بس هي خدت البطرمان كله. بس طلعت ما شاء الله عليها. مش قادرة اقول لكم من جمالها. كانوا ما شاء الله الولاد طلبوها تاني اعملي لنا يا ماما تاني منها. هنا هقطعها. احنا حاولت ان انا اشوفها كده وادوقها بس كانت سخنة جدا. بعد ما خدت منها رجعتها تاني وقلت خليها لما تبرد بقى. هنقطعها بقى. بس ما شاء الله هشة وجميلة. نجربوها كده ويا رب تعجبكم. واذا عجبتكم شير ولايك واشتراك في القناة. ما تنسونيش. ربنا يبارك لكم يا رب. انا هنا بقى هسيبها تبرد وهدخلها كمان التلاجة. هنا بعد ما طلعناها وبردت هنغرف بقى منها. بصوا بقى الطعم كان ما شاء الله حكاية. طعمها وريحتها وشكلها كان حاجة جميلة. اللهم بارك. جربوها حبايبي وادعوا لي بقى دعوة حلوة وربنا ما يحرمنيش منكم. متنسوش الشير واللايك.